إيران بالقرار اللي أخذته ده يعتبر أعلنت الحرب على العالم الغربي كله وقالت عليا وعلى أعدائي. بعد الضربة الأمريكية على إيران بعدها مباشرة ردت بصواريخ شديدة التدمير من نوع حديث على مناطق مختلفة في الكيان وسبب عندهم خسائر كتير. بس مش ده المهم، الأصعب من كده القرار اللي أخذته من ساعات ضد العالم الغربي وهو غلق مضيق هرمز. أيوة بالظبط زي ما سمعت كده، البرلمان عندهم اجتمع ووافق رسميا على قفل مضيق هرمز، وده يعتبر مجازفة بدولتهم بالكامل، وهقول لك ليه. لأن ده ببساطة أهم ممر ملاحي لنفط العالم وبيعدي منه حوالي 20% من التجارة الدولية، وده الممر الرئيسي البترولي الخليجي اللي بيشغل به معدات أمريكا والعالم الغربي. علشان كده بقول لك إغلاقه حرفيا ومش ببالغ فيه مجازفة لدولة إيران بالكامل، إلا لو كانوا مستعدين للخطوة دي كويس، لأن قفله هيخسر العالم 40% من إنتاج النفط العالمي وهيرفع من سعر البرميل بشكل كبير جدا، ولو استمر هيتسبب في خسائر مهولة وهيعمل أزمة اقتصادية على العالم كله، خصوصا وبشكل كبير جدا الخسائر هتكون على العالم الغربي. وإيران بقرارها ده إن توافق عليه بشكل نهائي من مجلس الأمن عندهم أكنها بتقول عليا وعلى أعدائي وبتتحدى به دول العالم الغربي كله. نائب الرئيس الأمريكي ترامب أول ما سمع بقرارهم طلع بعده على طول وقال إن لو إيران قفلت الممر وعطلت الملاحات بتاعتهم كده بتضحي بنفسها. روسيا دخلت على الخط وقالت إنها مستعدة لتسليح إيران بالنووي إن لزم الأمر، لمحت بكده يعني، وإن العالم يقترب من عالمية ثالثة. في النهاية وده من وجهة نظر إن الأمور كده خلاص خرجت عن السيطرة، خصوصا إن التصعيدات كل يوم بتزيد من كل الأطراف والوضع بقى واضح للجميع. يعني لو الوضع استمر كده وفضل في التصعيد وكل يوم بيزيد احتمال نخش في عالمية ثالثة. بس كده، واستنوني في فيديو جديد، بس يا ريت ما تنسوش وانتوا بتسمعوني دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة ده لو حابب تشوفني تاني. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.